رجعنا حضراتكم مرة تانية في قهوة فايق جو. بص يا ايما دلوقتي لما بيجي كورسات او حاجه او بتاع بيجي يقول لك لما يبقى عندك لعيب مصاب ما تبوظش مركز بمركز. ماشي. يعني خلي يعني بوظ مركز واحد لو ماشي. انت مش لاقي لها، يعني زي ما مثلا كيروش في فاينل جه ما لقاش فخلاص انا هبوظ الباك رايت بس ما عنديش فخلاص هو ده بس ما تجيبش باك ليفت تلعبه باك رايت وتقوم حاطط باك ليفت مكانين مش بدل مكان واحد. فبوظ مكان واحد ما تبوظش مكانين، دايما يتقال كده. فكابتن حسام عامل لخبطه على اللعيبه، فاللعيبه النهارده كل واحد بيلعب في مكان. في انهي مركز تحديدا؟ في انهي مراكز؟ انت بتتكلم في محمد هاني النهارده ما بيلعبش في مركزه، محمد حمدي ما بيلعبش بس هاني لعب فكره ده الماتش التاني بس قصدي ان انت لما تخليه يلعب لا بس ده مش مركزه الاساسي. يعني حتى لو هو بيعرف يلعبها بس بيلعبها في اوقات وفي ظروف معينه مش على طول الخط. فدي حاجه دايما كان تتقال. تاني حاجه مهمه قوي في المنتخبات، ودي بقت حاجه متكرره والناس بقت بتشوفها على مستوى المنتخبات العالميه. يقول لك ليه دايما دلوقتي كره المنتخبات ما بقتش حلوه؟ كره المنتخبات بقت دفاعيه، لان الكابتن حسام كان بيشتكي منه، هو اللي المدربين اشتكوا منه زمان بس لقوا له حل. طيب حله ايه؟ قال لك حله انا مش هعرف احفظ جمل هجوميه بسرعه في 10 11 يوم. يعني مش هعرف اعمل تكتيك هجومي. الاسهل ان احفظ دفاعيا، فاعرف اوقفكم، نعرف نقف ازاي، نتحرك ازاي، هنتحرك ازاي، السهله الحلوه بالظبط كده. فالحاجات السهله مع الحاجات اللي عندكم اللي هي بقى الحاجات الهجوميه اللي عندكم، ان انا اقدر استغل صلاح. عشان كده مثلا كوبر وكيروش كان دايما اهم حاجه بالنسبه لهم ايه؟ احنا هنقف ازاي لما الكره ما تبقاش معانا، ماشي، وهناخد الكره ازاي، وبعد لما ناخد الكره ازاي الخطوه بقى الاخيره اللي هي هنعمل ايه بالكره دي ان شاء الله نبقى نطور فيها. بس الاساس اول حاجه هحفظها لك احنا ازاي هنقف وازاي هندافع. فده مهم قوي. فاحنا النهارده في كل التصفيات اللي لعبنا ازاي؟ احنا عايزين نهاجم وعايزين نمسك كوره وعايزين نروح وعايزين، دي كره انديه. كره الانديه يقول لك اعمل كده لان المدرب عنده كل يوم بينزل الملعب يقعد يمرن اللعيبه يشتغل معاهم فيقدر يعمل ده. اشتغل بقى انت دلوقتي، حاول تنظم فرقتك وتوقفها صح في الملعب، وشيل من دماغك ان احنا لازم نلعب كوره ممتعه وجميله. مش لازم نلعب كوره ممتعه اللي هي الخطيره، العب كوره على فكره في الكوره الدفاعيه اوقات بتبقى حلوه. الكاونتر اتاك لما مورينيو مثلا وعماره راجل يعني من عشاق مورينيو في اوقات كان بيلعب على فكره انا هاخد الكوره هعمل الكاونتر اتاك، وكانت تبقى كوره حلوه قوي. ده في ريال مدريد كان بيعملها مثلا في 6 ثواني 7 طبعا ثواني. فانت النهارده وعندك بقى ميزه، انت عندك السرعات اللي تنفذ لك ده. عندك تريزيجيه وعندك مرموش وعندك صلاح وعندك لعيبه تقدر تنفذ لك التحول الهجومي ده بسرعه، وعندك لعيبه بتعرف تقف دفاعيا. فاعمل ده بقى، يعني حط، بس مش مطلوب من كابتن حسام غير ان هو يحط كل واحد في مكانه. وزي ما شادي قال حاجه مهمه قوي، دايما تبص على المنتخب الفرق اللي انت جايب منها دي بتلعب ازاي. يعني ما تجيبش النهارده تيجي تقول والله الاهلي النهارده بيلعب 4 والزمالك بيلعب 4 وبيراميدز بيلعب 4 كله بيلعب 4، ما تجيش تقول لي انا النهارده هلعب 3. ما تعكهاش، خليك ماشي زي، لان هم جايين خلاص شاربين الفكره. طيب نقفل بحاجه بقى ايه سبايسي. نروح للطرفين اللي هناك دول وانت برضو خليك معايا. سبايسي هناك. اليو ديانج فين؟ جاي له عرض من الدوري السعودي براتب يصل الى 2.5 مليون دولار راتب، يعني رقم. فما هو الحل والبدائل؟ وهل اذا رحل ديانج لدى الاهلي مشكله؟ طبعا هو اليو ديانج يعتبر بالنسبه لي احدى القوى الكبرى في نص ملعب النادي الاهلي. هيكون مشكله، والاهلي ما عوضش بلعيب نفس الامكانيات. اعتقد لا هتبقى مشكله، يعني عنده محتاج لعيب ديستروير يقطع الكره بسرعه وينقلها بسرعه لقدام. فاعتقد هتكون مشكله. وشادي طبعا فكر قبل ما ترد. هل الاهلي اذا وصل لحد انه يحافظ على ديانج فيدفع الرقم ده او ما يقارب الرقم ده يبقى افضل، ولا يجيب لعيب تاني؟ انا مع الحفاظ على اليو ديانج باي شكل، ولكن انا شايف ان احنا صعدنا الموضوع شويه. خطوه اليو ديانج كانت محتاجه تبقى بدري شويه، في الوقت اللي هو كان مرونه تقبل فكره التجديد اسهل، من غير ما يروح افريقيا، من غير عوامل كتير جدا
من غير ما يجي له راتب اكتر، لان هو خلاص حسم امره ان حاسس ان انت اتاخرت معاه، من غير ما يبدا يقول ايه ده انا رجعت قعدت تاني بعد ما كنت رجعت اول ما رجعت بدات اخد وبتاع والعب، لا انا رجعت قعدت تاني. حاسس الموضوع صعب شويه. ولكن اليو ديانج انا بالنسبه لي يعني انا راجل مع ديانج، بالنسبه لي ده بروفايل مش موجود في اي لاعب داخل القاره في الحته دي. مع احترامي لكل اللاعبين ده بروفايل مختلف تماما. حلو، برضو اديني الاجابه. ادفع 2 مليون واقعده لو بايدي لو معايا، ولا اسيبه ونقلب في حاجه تبقى من ابو واحد ابو واحد ونص ونبتدي من اول؟ ما ينفعش نغلط نفس الغلطه ان التجربه واجيب لاعب اولا هشتريه هو غالبا من نادي. انا عارف انه سؤال صعب. فهدفع قيمه، لا انا مع ان ندفع لان هتدفع قيمه في شراء اللاعب غير العقد. غير كمان لو انت فكرت في البدايل، طب ما هو احنا كان اللي مأخر الناس شويه في حته اصل هو هياخد مكان اجنبي. ايوه بس هتضرب في حته ثانيه، يعني انت مع فكره احافظ عليه فاديله 2 ماشي كده، هتضرب لك في حته ثانيه. متفق معاه ولا مختلف يا انا مش متفق طبعا. عشان كده كنت يعني لو انت ما هتسالني هقول لك الناس اللي بتدير هي اضرب سقف المرتبات ايه. انا بقول انه زي ما قلت الحلقه اللي فاتت برضو، انا مش كل يوم هعرف الاقي لعيب بالمواصفات دي. ماشي. زائد انه لعيب بقاله معايا 6 سنين مش محتاج احفظه حاجه. الراجل اجيب واحد جديد ادفع فيه رقم 2 مليون دولار، هيتاقلم ولا مش هيتاقلم بطيخه بقى انت وظروفك. ماشي. افسخ عقده يا معلم، ادفع 2 مليون دولار. ماشي. بنخش في نفس السايكل هي. طب فادفع واحافظ. ادفع واحافظ عليه. حافظ عليه، ما تخافش يضرب لك في حته ثانيه. ما هو السقف عمال بيعلى. ماشي. احنا قلنا مره برضو يعني ده رايي ومش غير ملزم لحد يعني. سواء الاهلي لما جه عمل الفكره بتاعت شركه الكوره وفكره العقود التجاريه اللي مالهاش علاقه بالعقد، انا بطلع لك عقد زمايلك كلهم في طب على السكه والدغري، امام مش زي ديانج، زيزو مش زي ديانج، ده هيتعمل له عقود تجاريه وهيبقى نجم وستار وهيتحط في حته. ديانج مش هيتحط في الحته دي. انت شفت اعلان لديانج؟ لا لو ديانج مش هيقدر يجيب. شفت لقاء تلفزيوني لديانج؟ ما هو لا لو شفت جري ورا ديانج؟ لا عشان ما نحملش شركه الكوره واحنا بنتكلم اصل هي تروح تجيب، هتجيب منين؟ لا لو مش هتقدر تعمل ليها سقف طبعا، ليها سقف. اصل هو مش بالعافيه هتجيب له اعلانات. انت بتساعد انك بتحاول تجيب اعلانات بس مش هتجيب له كتير. اعتقد ان الموضوع انا مش عارف اجاوبه. انا ما اعرفش. احنا لحد دلوقتي يا ابراهيم وانا بكلمك بكل امانه اهو، احنا سمعنا 15 مرتب لزيزو واحنا عارفين المرتب كام. هو في حاجات في الاهلي ما بيعلنش عنها، هم ادرى. لكن انت لو بتسالني لو انا معايا اقدر ادفع المرتب ده، ما اجيبش واحد جديد اخليه معايا طبعا. حلو. نفس السؤال. له تعويض ولا يمشي ونجيب من اول وجديد واللي بنى ديانج يجيب غيره والقاره موجوده؟ في افكار دايما تقول لك كده. باشا انا مش هغلط غلطه ان انا اقعد ارفع في الرواتب للدرجه ديت. وفي الراي بتاع شادي ده موجود جدا، اللي هو وانا مش هقعد اعمل كل يوم لعيب واسيبه. فانت انهي واحده؟ الاثنين خد بالك ليهم منطقيتهم جدا. طبعا. يعني لا ده غلط ولا ده غلط. طبعا ده حقيقي جدا. عشان كده لازم تبقى انت حاطط نفسك جوه اداره النادي الاهلي وهي بتفكر في الوقت ده تحديدا. لان فارس قال نقطه مهمه جدا، انت اتاخرت جدا بمنتهى البساطه. الاهلي لو رجع بس سنتين 3 كان الاهلي كان عنده اليو ديانج، حمدي فتحي، ورايح يجيب مروان عطيه. فانت بقى كان عندك الافضليه دلوقتي، بقى عندك لسه بتقارن بتدخل مروان وعندك حمدي وعندك ديانج، فكان عندك مرونه في التفاوض. بالعكس بتجدد وتشوف مين يصلح، وعملت منافسه بين الثلاثه فخدت افضل حاجه في الدنيا. دلوقتي انت خلاص اليو ديانج بيتاخر شهر مع الثاني مع الثالث مع الرابع، انت الموضوع بيفرط منك. فبالتالي خلاص هو الموضوع وصل لمرحله، واعتقد ان هو كان هيبقى اسهل بكتير جدا ان اليو ديانج كان يجدد للنادي الاهلي. هو كان عايز يضمن اعتقد نوع من المشاركه، ما يبقاش ان هو مستبعد، لان هو لعيب صراحه لا غنى عنه. هو عمل الاثنين، شارك واشتغل ونور ومشي. بالظبط. هو الحسابات جوه مش هينفع تجاوب اجابه على ناحيه واحده، بل بالعكس هو الاهلي بيفكر. اديني اجابه عشان ما فيش وقت. ما انا هقول لك ولا حاجه. هو الاهلي بيفكر هيدفع فين. ما انت عندك مهاجم اجنبي عايز تجيبه، ومهاجم تاني اجنبي عايز تجيبه، وعايز تجيب مدافع، وهتجيب مدافع اجنبي ولا هتجيب مدافع محلي على حسب الاختيارات. اديني اجابه. انا الاجابه مش الخاص قرب يخلص واحده فكره ايه الاجابه انت قلتها. الاجابه انت اللي قلتها. هي بمنتهى البساطه الاختيارات ولا لا. هل الاهلي في دماغه دلوقتي حد الاداره الفنيه شايفه ان في لعيب او اتنين عليهم العين ان هم ممكن يعوضوا غياب اليو ديانج ولو حتى اصبر عليهم؟ ممكن انا اقول حاجه؟ لو دي اجابه مش اجابه ما تفسحنيش. مش بفسحك والله. هو ده الطبيعي، هي الكوره بتمشيش. الاولويه ايه طيب؟ ايه الاولويه ايه؟ الاولويه طبعا ان ديانج لازم يقعد. شكرا. اللي بعده.
الاولويه للفريق كله ايه؟ الاهلي محتاج الاول حاجات تانية قبل ديانج. اديني من ابو خلاصه. ديانج يقعد جدد ولا يمشي اديني من ابو خلاصه. لا، حط نفسك كما لو انك دلوقتي يا باشا الاولويه خرجت من عباءه الزمالك، انت الان في النادي الاهلي وبتقول كلمه في باشا الأهلي. الاولويه اجيب مهاجم او 2 مهاجمين واجيب مدافع، وبعد كده اشوف نص الملعب. يبقى ما تجيبوش، يبقى يمشي. ما يمشي. لا، لو هو مش انا مش وفقا قد للاولويه لو انا مش قد المتطلبات الماليه اللي هو عايزها، لا عندي اولويات تانية محتاج ان هو يقفلها الاول. شابو شيل نفسك وعقده انت آخر اهلاوي السنة. لمده 3 ثواني. يناير الموسم ده هيبقى في يناير. لو الاهلي يعرف يوصل معاه الحل انه ياخد معاه تجديد موسم كمان لحين تجهيز البديل يقعده، لان هو بقى افكار المدرب معتمد عليه بشكل كبير. ان هو بدا يحل بيلعب حته اتنين الطلوع كمان. بالكوره بيلعب في فكره ان انا هخلي ديانج يقف وقفنا بظهره. عند ابو 2 مليون ندفع ولا هتدفع نمشي؟ موسم لحد ما تجهز موسم. لو عرفت توصل معاه الموسم لحد ما تجهز البديل مفيش لعيب هيوافق بكده اصلا. دي بقى حته. وانا مش وافق لعيب كده هيجيب ليه لك يعني؟ وفي فكره تانية يا ابراهيم برضو في خلاص ناس أنا بتطرحها خلصت. يعني ممكن اقولها يعني. الجمعه الجايه. يعني انا مش موافق عليها. تطرحها بس الاجابه عليها كان ممكن قرار المدرب هتقف ممكن عليه اجيب لا لعيب يكمل. ممكن اجيب لعيب آه. مكان ديانج فلسطيني ما ياخدش مكان مصري اسمه حميد حمدان. اسمه حميد حمدان. ماشي. وجهة انا نظر مش برضه. موافق على دي قوي، انا عايز ديانج، بس بقول ده لو انت بقى خلاص عايز مهاجم عم حسن. مدافع اجنبي. يمشي ولا يقعد؟ ولو الاهلي معاه يدفع ولا ما يدفعش؟ اديني اجابه. لا، هو المفروض الاهلي يدفع ويخليه. يدفع ويخليه حتى لو 2 مليون. حتى لو 2 مليون. مصطفى يدفع ولا لو يمشي؟ 2 مليون لا يا كابتن، احنا عاوزين 2 مهاجمين وعاوزين مدافع وباك شمال بس. لو هو يطلب مبالغ عاليه مش عاوزينها بصراحه. 100 والله. شكرين يا درش، شكرين يا درش. احنا عندنا خط وسط كتير يعني. ماشي. يا كابتن بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لك يا ابراهيم والله. قهوه حلوه وكلام رايق ومفيش احلى من كده. شكرا يا كابتن فايز. شكرا هيما. شكرا يا فارس. حبيبي يا هيما. شكرا يا حبيبي شادي. هيما. شكرا يا عمار. حبيبي يا ايمه. شكرا يا جو. شكرا يا شاب. شكرين يا درش. شكرا يا عم حسن. حبيبي يا اشوفكم ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي ان كان في العمر بقيه. تصبحوا على الف